اعزائي طبعا بقى زي ما انت ما شايف كده هنقيم لاعبين الهلال والنصر في خلال الموسم وبدون اي عاطفه ومن غير يعني ما حد يزعل، والتقييم ده يعني كده هيكون من وجهه نظري، واللي عايز يعني يتناقش معايا يكتب لي تحت في الكومنتات يعرف لي ايه هي وجهه نظره. فاحنا بقى كده هنقيم مع بعضينا، بس طبعا نبتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر لي زر اللايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بقى عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا. يلا عم تعالى كده نشوف مع بعضينا او عادي او سيء. اول واحد معانا هيبقى مين؟ طبعا نواف العقيدي ولا ياسين بونو. طبعا بصراحه الاثنين حراس اقوياء جدا، بس انا من وجهه نظري هقول ياسين بونو حارس اسطوري، نص نهائي كاس عالم مع كامل احترامي، لعب واخد دوري اوروبا مع اشبيليه، فطبيعي. ما هو اوزبينا ولا العويس؟ فانا من وجهه نظري هروح لاوزبينا. اوزبينا اقوى من عويس بصراحه، عويس مع المنتخب حاله استثنائيه، بس اوزبينا افضل. ماشي، من وجهه نظر شايف الاثنين اقوياء. ثلاثة النجار ولا مش فاكر اسمه ايه التاني بتاع الهلال، بس بصراحة الاثنين اقول عليهم عاديين، يعني مش جامدين يعني. ماشي. طبعا الهلال ولا النصر؟ ما هو تقييمك؟ طبعا بصراحة الهلال السنة دي اسطوري، وبصراحة الناديين من الأندية الأكبر شعبية في الدوري، فالاثنين بصراحة أجوبتك في التعليقات. محتاجين نتكلم يعني. الناديين أساطير. اختر زرا واحدا. حراسة المرمى الاثنين عاديين برضو، هختار عاديين بصراحة. ماشي. كولوبالي ولا إيميليك لابورت؟ بصراحة الاثنين أساطير حرفيا، الاثنين لعبوا في أندية كبيرة وأندية عالمية، بس أنا من وجهة نظري هختار كاليدو كولوبالي. بصراحة كولوبالي أسطوري، أقوى، قوي، قوة بدنية، بيعرف يلعب برجلين. ما تقييمك؟ علي البليهي طبعا، العمري. بصراحة الاثنين مدافعين أقوياء، بس بحس البليهي أذكى بكتير جدا من عبد الله العمري. بصراحة الاثنين أقوياء يعني، مش سيئين ولا عاديين. حسن تبكتي ولا علي لجامي؟ بصراحة الاثنين أقوياء جدا، الاثنين حريفة، والاثنين كاستخلاص كور الاثنين حلوين جدا، فأنا هقول أقوياء بصراحة، أو يعني أقوياء، مش أقل من حد. أسطوري. جحفلي ولا مش فاكر اسمه إيه؟ أو سيء. هقول بصراحة الاثنين عاديين جدا، من وجهة نظر عاديين يعني. ما هو تقييمك لأداء اللاعب؟ ولا أليكس تيليس؟ أكيد طبعا يا أليكس تيليس، لعيب قوي جدا. الشهراني لعيب عادي من وجهة نظري الشخصية، فأليكس تيليس طبعا لعب في أندية كبيرة في أوروبا، وحتى أقوى دفاعيا من الشهراني وأحسن هجوميا. ناصر والتاني ده مش عارف اسمه، فأقول برضو اللعيبة الاثنين عاديين. ناصر مستقبله حلو عامة، وبيعرف يلعب في أكتر من مركز، ظهير أيسر أو نص ملعب شغال. ما هو تقييمك؟ الاثنين اقسم بالله اساطير حرفيا، يلعبوا في اي انديه في العالم مستريح جدا. سعود عبد الحميد عالمي، سلطان الغنام عالمي، فالاثنين انا شايفهم متساويين والاثنين زي بعض. ما رايك في تقييم؟ لا مش عارف مين. بريك بصراحه لعيب قوي جدا، قوي ككوره يعني، مش كقوه جسمانيه، لعيب ذكي وحريف، فانا هميل للبريك اكتر، قوي. روبن فيز ولا بروزوفيتش؟ شخصيا هميل لبروزوفيتش. بروزوفيتش خبره اكتر، كاس عالم، انديه اوروبيه اعلى من اللي لعب فيها روبن فيز، فطبعا من وجهه نظر الاثنين اساطير، بس الثاني افضل. اختار زر. سافيتش ولا اوتافيو؟ بصراحه هميل لسافيتش اكتر. سافيتش هداف في كل حته في الملعب، دور الدفاع بيعمله كويس، الدور الهجومي كويس، الاثنين اساطير، بس انا هميل احسن لسافيتش. خيبري ولا كانو؟ الاثنين بصراحه حلوين، فانا شايف الاثنين مستواهم قريبين جدا من بعض. احيانا كانو بيفرق اكتر، بس انا شايف الاثنين زي بعض، او ممكن اميل شويه لكانو يعني. ما تقييمك؟ لا سيكو فوفانا وسلمان الفرج، اكيد فوفانا احسن بكتير يعني. سلمان الفرج عازف طبعا وكل حاجه، بس سيكو فوفانا انديه قوه، لعيب كوره، هداف، بيعرف يعمل كل حاجه في الملعب.
رئه في الملعب، فسيكو فانا افضل. اختر زرا واحدا. علي الحسن ولا عبد الاله المالكي؟ الاتنين بصراحه حلوين جدا، وحاسس الاتنين قريبين من بعض، فانا عادي الاتنين زي بعض من وجهه نظري. اسطوري أو الشهراني قوي ولا أو مصعب عادي الجوير؟ أو سيء. اسمه ايه الشهراني؟ ايه ده اسمه ايه؟ نسيت اسمه. مصعب الجوير ولا نسيت اسمه والله. بس الاتنين حلوين يعني، عاديين، بس مصعب مستقبله احسن بكتير يعني. ما هو انت تقييمك كده لأداء بتهزر، اللاعب؟ كده بتهزر بصراحه. اكيد يعني الاسطوره CR7، الاتنين اساطير وكل حاجه، بس مفيش حد يعلى فوق الاسطوره CR7، كريستيانو رونالدو طبعا. اختر زرا واحدا. سالم الدوسري ولا عبد الرحمن غريب؟ اكيد سالم بسنين ضوئيه ما بين الاثنين. مع سالم من وجهه نظري افضل جناح في الدوري حتى الان، من احسن الاجنحه حرفيا بجد، بيعمل كل حاجه في الملعب. نيمار ولا ساديو ماني؟ أداء اللاعب. طيب شخصيا الاثنين اساطير، بس حاليا ساديو ماني افضل عشان طبعا نيمار صليبي، بس لو الاثنين في الملعب اختار طبعا اكيد نيمار. مالكم ولا تاليسكا؟ لا انا بصراحه الاثنين لعيبه اقوياء، بس هميل اكتر لتاليسكا. تاليسكا هداف اشول زيه مالكم احرف، بس تاليسكا هداف بيفيد اكتر للمجموعه. اي نعم فردي اكتر بس مش عارف ايه. واحدا. طبعا ميشائيل. بتهزر ولا ايه؟ ميشائيل يا عم. سامي الناجعي ولا ميشائيل؟ اكيد ميشائيل افضل بسنين. اسطوري طبعا ميشائيل، من وجهه نظري من اكتر لعيبه بحبها في الهلال. اسطوري او قوي. صلاح أو الشهري عادي ولا أو مش سيء. فاكر اسمه ايه ده هو كمان. الاتنين عاديين بصراحه، او هقول سيئين بصراحه. لكن صالح احيانا بيبقى ليه فايده، والتاني مش عارف بصراحه، ما شفتلوش ماتشات كتير. ما هو خالد تقييمك الغنام لأداء اللاعب؟ ولا عبد الله الحمدان؟ انا من وجهه نظري اروح لخالد الغنام. خالد حريف مهاري شاب لسه صغير، اتنين لسه شباب، بس خالد احسن بكتير يعني. هميل لخالد الغنام. ما تقييمك؟ جيسوس ولا لويس كاستارو؟ طبعا الاثنين مدربين اساطير، بس من وجهه نظري جيسوس اللي عامله مع الهلال السنه دي حاله استثنائيه لغايه دلوقتي بدون خساره في الدوري. افضل جمهور اكيد جمهور الزعيم، مش محتاجين نتكلم يعني، جماهير اساطير، بس الزعيم معلش يعني فوق الجميع، الهلال. القوة الزرقاء بصراحة بتعمل أداء عالمي. قيم اللاعبين. الملعب بصراحة الاتنين حلوين قوي، وملعب الأول بارك تحفة بصراحة، ملعب الهلال الجديد برضو جميل جدا، فالاتنين حلوين بالنسبة لي. ماشي خلاص كده التقييمات خلصت. لو عندك حاجة اكتبها لي تحت في الكومنتات. بس بقى كده الحلقة خلصت. لو فيديو عجبك اشتركوا في القناة عشان توصلك أي فيديو جديد، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.